يا رجلي، انا تعبت قوي من كتر المشي. انا حاسس اني بمشي بقالي 7000 سنة. هنوصل بقى امتى يا كارما؟ انا جوعت. ياه، 7000 سنة ده انت اوفر. خلاص اهو، خطوتين وبس. هو انت كل شوية يا كارما تقولي لي خطوتين بس خطوتين بس خطوتين بس، وما تطلعش خطوتين بس ونمشي برضو؟ لا 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 لا، المرة دي حقيقي. حتى بص كده، المخيم قدامنا بالظبط. ايوه صح، علشان تبقى بقى تصدقني. يلا بقى عشان نعمل الخيمة، شكلنا كده هننبسط. انا متحمس قوي، ده الجو جميل قوي. طب انا خايف افرضي طلع علينا حيوان مفترس. لا لا، ما تقلقش، المنطقة دي متأمنة ونقدر نخيم فيها. وحتى يعني لو في أسوأ الظروف طلع علينا حيوان مفترس هتصرف، ما تقلقش. انا عامله حسابي وجايبه له اكل كمان. هتعملي ايه يعني يا زكي؟ تفتكر انا جايبه بقى مازن ليه؟ عشان ياكلوا. يا كارما بقى يا كارما، بطلي هزار، انا بخاف. يا عبيط، انا بهزر معاك. هو تفتكر اني اقدر ارميك عند الحيوان ياكلك؟ انا برضه اعمل فيك كده؟ ده انت حبيبي حبيبي. انت كمان ما بلاش بقى حبيبي دي يا كارما، انا اتعقدت من كلمة حبيبي دي. ايه ده؟ مين الراجل الغريب اللي واقف هناك ده؟ ايوه، مين ده صحيح؟ انا كنت فاكر ان احنا بس اللي هنا. طب ما تروح له كده يا يوسف وتسأله هو مين، وتسأله هو واقف هنا ليه. انا خايف قوي. ماشي، هروح له. هو مين حضرتك؟ واقف هنا ليه؟ محتاج حاجة؟ ايوه، معاكم مية؟ انا عطشان قوي. ايوه تعال اتفضل. انا تهت هنا ومش عارف الطريق، ممكن اقعد معاكم شوية؟ طبعا اتفضل. انتوا اخوات مش كده؟ ايوه، عرفت منين؟ اصلكوا شبه بعض قوي. ايه ده؟ انا شبه الواد ده؟ انت الطول يا بنتي. ايه رأيكم نلعب لعبة نسلي وقتنا بيها؟ يا ريت، بس ما جبناش معانا كوتشينة ولا اي حاجة. الاستاذ مازن نسيهم في البيت، مع اني مأكد عليه. خلاص بقى يا عم يوسف، نسيت بقى. لا لا، دي لعبة بالكلام ومش محتاجة اي حاجة غير لساننا وبس. طب ماشي، موجود عندك كنزي اهي، اطول لسان فينا. يا ابني ما تسكت بقى شوية. يلا نبدأ. قولولي بقى واحد واحد، ايه اكتر حاجة نفسكم فيها؟ خلونا نبدأ بكرم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت عرفت اسمي ازاي؟ ما تتخضيش قوي كده يا بنتي، سمعتكم بتتكلموا فعرفت اسمائكم. ممكن. اكتر حاجة نفسي فيها كارما، هتعزميني النهاردة صح؟ حاضر. كارما، هو ممكن تحاسبيلي على القهوة؟ اصلا انا نسيت المحفظة بتاعتي. اوكي. كارما، هتجيبيلي ايه في عيد ميلادي؟ اللي انت عايزاه. ايوه ايوه، انا نفسي بطل ابقى كريمة، علشان انا المرتب بتاعي بيخلص في ثانية، وبقيت احس ان الناس اللي حواليا بتستغلني. عاوزة ابقى بخيلة علشان فلوسي تكفيني ويبطلوا يطلبوا مني حاجات. وانت يا يوسف نفسك في ايه؟ انا احكي لك على حاجة كده. انا كنت خاطب بنت وبحبها قوي، بس فجأة هتجيب لي الفستان اللي اتفقنا عليه امتى؟ بس ده غالي قوي يا كادي، ما اقدرش اجيبه. خلاص بقى، احنا لازم نسيب بعض. انا كل ما اقولك على حاجة تجيبها لي تقولي غالية. انا خلاص بطلت احبك، انت مش قادر تعمل لي اي حاجة انا نفسي فيها. عشان كده بقى انا عاوز ابقى غني جدا ومعايا فلوس كتير قوي واشتري كل اللي انا نفسي فيه. طب وانت يا كنزي نفسك في ايه؟ انا مشكلتي اني صريحة قوي قوي قوي، زيادة عن اللزوم. عشان كده في ناس كتير قوي ما بتحبش تقرب مني، عشان كلامي دبش. وكنت ساكتة وراضية لحد ما حصل. صباح الخير يا حلوين، ايه رأيكم في لون شعري الجديد؟ تحفة، حلوة قوي. كأن اللون ده معمول عشانك يا مديرة. بصراحة مش لايق عليكي قوي. يعني ولا عاجبك شعري ولا عاجبك شغلي، وكل شوية تديني كلام زي الدبش.
ولا انت كمان عجباني. انت مرفوضة بجد. انا لازم اتغير، عاوزة ابقى كذابة وما اعرفش اقول الصراحة دي ابدا مهما كان. وانت يا مازن نفسك في ايه؟ انا اكتر واحد عارف انا عايز ايه بالظبط. انا عايز ابقى شجاع وقوي وقلبي ميت قوي وابطل خوف وجبن واقدر اضرب اي حد في الدنيا علشان صباح الخير يا ميزو. ايه يا عم ده؟ هو انت كل ما تشوفني تقعد تلطش لي كده؟ يا عم بهزر معاك يا ابني، ده حب. معنى اني بلطش لك يبقى بحبك، مش كده ولا ايه؟ لازم ابقى قوي وشجاع. انا عندي حل لكل مشاكلكوا دي، وحاجة هتحقق لكل واحد فيكوا اللي بيتمناه. المشروب ده مجرد ما هتشربوه هتتحولوا للشخصية اللي انتوا عايزينها. واو، دولة في الخيال. شكلك نصاب. هو في حاجة اسمها كده اصلا؟ هي اللعبة قلبت بجد ولا ايه؟ خلينا نجرب يعني ونشوف هنخسر ايه. اتفضلوا، بس بشرط تشربوه قبل النوم. يعني معقول انا لو شربت المشروب ده هقدر ألسع الواد آسر ده على قفاه ووقفه عند حد ويبطل يضربني؟ اما نشوف بقى. معقول في كده؟ يعني انا لو شربت المشروب ده هصحى بكره ابقى بخيلة قوي والناس تبطل تستغلني؟ اما نجرب وماله. يا سلام لو ده حقيقي وابقى غني واحقق كل اللي انا نفسي فيه ويبقى معايا فلوس كتير. يا سلام. بلاش بقى اوهام الهبل ده. مش عارف بقى، اديني بجرب وخلاص. هو انا لازم اشربك، انا لازم اتغير. انا زهقت بقى من الصراحة، عايزة ابقى منافقة علشان الناس تحبني بقى. صباح الخير يا حبيب قلبي. لا 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 لا، ايه يا مازن ده؟ مالك في ايه؟ الله، مالي بس؟ ما انا بحبك. مش انت عندك الحب بالضرب؟ بص بقى انا بحبك قد ايه. خلاص خلاص، مش عاوز حبك ده، سيبني في حالي يا عم، ده انت شلفتني. تعالى بقى هنا ما تبقاش قفوش. صباح الخير يا مارو. ايه يا عم مالك في ايه؟ صباح الخير يا فقش. ما تهزرش معايا. ها، ايه ده؟ هو مازن اتجن ولا ايه؟ لازم اروح اقول للمدير. يا مستر، مازن عمال يضرب فينا كل شوية. انا مش عاوز اشوفك تضرب حد من اصحابك تاني والا تترفد من المدرسة، مفهوم؟ مفهوم. مازن مش مبطل برضو، عمال يضرب فينا. انا سبب وحذرتك وانت ما سمعتش الكلام. انت مرفوض. عامله ايه يا كنزي؟ انت عبيط يلا، انا اختك الكبيره، انت ازاي تمد ايدك عليا كده؟ ما تقفشيش بقى، انا بهزر. وقعد مازن يضرب في اي حد يشوف ومش قادر يبطل ضرب في الناس. شكل الواد ده اتجن. يا رب اتقبل في الشغل الجديد ده. ايه ده؟ هو حضرتك المديره؟ ايوه. معقول؟ ازاي ده انت شكلك صغيره قوي. اكيد ده مقلب. لا انا مديره، ما تكسفنيش بقى. لا بجد صغيره، وكمان دمك خفيف قوي وستايل لبسك تحفه بجد. انت شكلك كده لطيفه وانا حبيتك. انت دلوقتي معانا في الشغل بجد. انا اتشرفت قوي بحضرتك، ده انا ممكن اشتغل معاكي من غير فلوس بس اشوفك كده كل يوم كفايه علي. انت من النهارده المساعده بتاعتي. تمام تمام قوي. واشتغلت كنزي مع المديره، سابت البيت وراحت سكنت جنب مديرتها، بقت معاها ليل نهار وبقوا اصحاب جدا. ياه، اخيرا كسبت في المسابقه. ده انا بقالي سنين بحلم بالجايزه دي. انا بقيت مليونير. انا حاسس كده ان البيت بقى ضيق، هو بقى موضه قديمه قوي. انا همشي من هنا واجيب لي فيلا وافتح مطعم يبقى بتاعي. الاكل اهو، اتفضل. ايه ده؟ هو احنا كل يوم هناكل بطاطس محمره بطاطس محمره بطاطس محمره؟ انا حاسس اني بقيت شبه البطاطسايه. ده ايه العشه دي؟ فين الاكل التاني؟ هو ده اللي موجود، واللي مش عاجبه يمشي. ما انا ماشي فعلا. ومشي يوسف من البيت، وكمان مازن مشي برضه وتحولوا خالص. ومازن بقى فتوة
ومفتري قوي، وبقى بيضرب كل الناس، والناس بقت بتطلب منه إن ياخد حقها ويضرب ناس تانية في مقابل إنهم يدوا فلوس. هو إيه العفش ده كله؟ أنا مش محتاجة كل ده، أنا هبيعه وهاخد فلوسه ويبقى معايا كده فلوس كتير قوي. أنا هسيب السرير بس. إيه مالك يا حنين؟ أنتي تعبانة ولا إيه؟ شوية. ألف سلامة عليك يا حنين، يلا بينا على الدكتور. ولا أقولك لا لا لا، دكتور ليه؟ ده بياخد فلوس كتير قوي. استني بقى لحد بكرة بقى هنروح المستشفى ونشوف فيه ايه. طمني يا دكتور، حنين مالها؟ الأدوية اللي أنا كتبتها دي لازم تيجي حالا فورا وتاخدها بانتظام، وإلا هيبقى فيه خطر على حياتها. كل دي أدوية يا دكتور؟ دي بس مجرد كحة. لا مش مجرد كحة، اسمعي كلامي واديها كل الأدوية بانتظام. ماشي. حنين اتفضلي اشربي الأعشاب دي. هو انتي مش هتجيبي لي الأدوية يا أختي؟ أدوية ايه بس يا حنين؟ الدكاترة كده دايما بيكبروا المواضيع. شوية كحة يعني، وعلاجها شوية أعشاب مش أكتر يعني. اشربي يا حنين اصحي يا حنين، يلا قومي يا كسلانة. هو كل ده نوم يا حنين؟ يلا اصحي يا حنين، اصحي. حنين ما بتردش عليا ليه؟ حنين مش بترد عليا يا دكتور، طمني عليها أرجوك. وريها لي كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، انت برضو ما جبتيش الأدوية؟ لا يا دكتور ما جبتهاش، أصل هي غالية جدا. خير في ايه؟ للأسف أختك حنين الصغيرة ماتت. لا. عملت ايه في الموضوع اللي احنا اتفقنا عليه؟ امتى هنخلص من يوسف؟ انت عرفت هو خلاص اصلا مخبي الفلوس فين؟ أيوة تمام، في واحد كده شغال في دوة، دي شغلته. في ناس بتأجره علشان يضرب لهم الناس اللي بيزعلوهم، وأكيد لو عرضنا عليه مبلغ كبير هيقدر يسرق لنا الخزنة. تمام كده. ايه ده يوسف؟ مازن، انت ايه اللي حصل لك وشكلك عامل كده ليه؟ يا خبر، انا كنت جاي اسرق اخويا. تسرقني؟ عايز تسرقني ليه يا مازن؟ الصراحة مش انا اللي عاوز اسرقك، في ناس جت وهي اللي اتفقت معايا ان لو سرقتك هيدوني مبلغ كبير قوي. مين الناس دي يا مازن؟ قولي مين عايز يسرقني؟ 2، واحد منهم اسمه عمرو والتاني اسمه مصطفى. ايه عمرو بمصطفى؟ دول المساعدين بتوعي واكتر ناس بثق فيهم. ازاي كده؟ انا حاسس ان المشروب اللي احنا شربناه ده دمر حياتنا. شفت حياتنا اتغيرت ازاي وحصل فيها ايه؟ ايوه فعلا، احنا لازم نروح لاخواتنا البنات ونشوف ايه اللي حصل معاهم كمان. ايه ده؟ ايه اللي حصل في البيت؟ فين العفش؟ ايه اللي حصل يعني؟ مفيش اي حاجة، كل حاجة تمام. انا بس بعت الحاجات اللي انا مش محتاجاها. هي فين حنين؟ انا مش شايفها. حنين ماتت. ايه؟ ازاي؟ ماتت بسبب بخلي، كانت محتاجة ادوية وما قدرتش اجيبها عشان بخيلة. وما قدرتش على نفسي اصرف. انا عاوز ارجع لشخصيتي القديمة، انا بقيت اكره نفسي قوي. عندك حق، احنا لازم ندور على كنزي، اكيد هي كمان في مصيبة. لو سمحتي، هو ده مش بيت كنزي؟ ايوه بيتها وانا صاحبتها، بس للاسف هي في الاسم ومتهمة بجريمة سرقة من جوز مديرتها. يا خبر، يلا بينا على الاسم بسرعة. مديرتك قالت انها كانت مسافرة وقت وقوع جريمة السرقة، وانك انتي اللي كنتي بتروحي عشان تهتمي باولادها لحد ما ترجع من السفر. في ناس شافوها جنب الفيلا في نفس وقت وقوع الحادث. هي كانت موجودة؟ ايوه كانت موجودة، بس مش قادرة اقول الصراحة، انا لساني اخد على الكذب، ما بقاش يقدر ينطق الا الكذب. برضو مش هتتكلمي يا كنزي؟ يبقى كده مفيش غيرك، انت اللي سرقتي. لا يا حضرة الضابط، احنا عرفنا الحرامي، صاحبتي بريئة. الحمد لله، نفدت بأعجوبة. احنا لازم نرجع للمكان اللي كنا مخيمين فيه، وان شاء الله هنلاقي الراجل ده تاني ويدينا مشروب يرجعنا زي ما كنا. احنا حياتنا باظت خالص، لازم نعمل كده اكيد. ايوه طبعا، احنا مستنيين ايه؟ ايوه انا فاكر احنا كنا هنا بالظبط. ايه ده؟ اهو الراجل، بصوا تعالى هنا. انت بوظت لنا حياتنا، كل حاجة باظت. انت عملت فينا ايه بالظبط؟ انا نفذت امنياتكم. مش هو ده اللي انتوا كنتوا شايفين انه هيسعدكم؟ انت يا كنزي قلبك كان ابيض
واللي في قلبك على لسانك. قلتيلي عاوزة أبقى كذابة وخليتك كذابة، مع إنك كان ممكن تحاولي تاخدي بالك من كلامك شوية وتفكري في الكلام اللي هيطلع منك أكتر من كده شوية، وكانت هتتحل مشكلتك. وانت يا يوسف قلت عاوز أبقى غني وخليتك غني، مع إنك كنت ممكن تشتغل أكتر شوية وتحقق جزء كبير من أحلامك. وانت يا مازن قلت عاوز أبقى قوي وخليتك قوي، واستخدمت قوتك دي في الغلط، مع إنك كان ممكن تستخدمها صح ولكنك اخترت الغلط. وانت يا كارما قلتي عاوزة أبقى بخيلة، مع إنه طلب غريب بس حققته، مع إن كان ممكن تبقى شخصيتك أقوى من كده بشوية وما تسمحيش لحد يستغلك وتعرفي تصرفي فلوسك صح، ولكنك اخترتي البخل، ودي صفة مش كويسة وتسببت في بعد الناس عنك وكمان في موت أختك. قولولي بقى أنا غلطت معاكم في إيه؟ أنا كنت بساعدكم في حل مشاكلكم من وجهة نظركم، ولكن ده طلع مش في مصلحتكم. الإنسان مننا لازم يفكر ويطور من نفسه، مش يستنى معجزة هي اللي تغيرته حياته. كده انتوا اتعلمتوا الدرس. من هنا ورايح هنفكر ونشغل دماغنا صح، ونعرف اللي نفسه في حاجة لازم يتعب عشانها. مفيش اي حاجة سهلة ابدا. ودلوقتي هديكم مشروب يرجعكم زي ما كنتوا. اتمنى لكم التوفيق.